دخلوا عليها في دار اهلها وغصبوها بدون ذره خوف من مولانا والله من الحكومه. قصه العلمة مولاي الزين اللي لين تسمعها احتمال ما تصدقها. في يوم 29 نوفمبر الجمعه الماضيه كانت قاعده في دار اهلها مع والدها، طفلين قال لها العلمة مولاي الزين عندها 20 عام، عدى السنه الثانيه من الجامعه، وفي ذيك الليله المشؤومه كانت قاعده مع والدها اللي فيه تنصير ويعمل الدول اللي مولاه ما ينشط، يعني ان تعملوا تتخدر ولا تدق تحرق. والدتها ذاك اليوم كانت شورختها اللي جايه من شور تونس كانت تتعالج، وبينما الطفله تاكي احدى والدها دخلوا عليها 3 شباب، 2 خضريين وواحد اصفر، طرحوا ذيك الروايه الحاده على رقبتها ورقبه والدها، وقالوا لها ان ما تمشي معاهم دور يقتلوها ويقتلوا ابوها. سحبوها هي بعد منين هدوها شور الكوزين وفعلوا فعلتهم وخلاوها بين الحياه والموت، ولولا لطف الله اعلم ذل كان لها يخلق لها. والغريب على ان كامل خلق في دوله مسلمه وقايله هي انها مطبقه الشريعه، وهذا المحكمه يلا تعاقبهم اشد عقاب ولا تلو شوف الله من ذا المنبر. انا واي حد متابعني عالنين تضامننا مع اسره سيدنا والمولاي الزين ندور لا تطبيق الشريعه.